أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. وجه محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة قاسية لوالدته في يوم العيد، ووصف نفسه بالابن العاق، وذلك لمساندته القوية لطليقته منى السابر في قضية حضانة الأطفال وكرهها الشديد لزوجته الحالية بطمة. وصرح الترك في بثه المباشر على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن ابنته تفوهت بكلمات وألفاظ سيئة اتجاه زوجته دنيا، لذلك تبرأ منها وقال أن له فقط ابنة واحدة وولدان، وهو يقصد بذلك ابنته غزل وابنيه. عذروني جد عذروني على أي شيء قلته، لأنه بس مقهور والله، مقهور من حرة قلبي والله على التعب اللي تعبته. ما أقول مو بخسارة، والله ما بخسارة. كنت أحرم روحي وأشتري ثوب مش قيمته 12 دينار 15 دينار قيمته، عشان أشتري لهم والله عز سامعين جوتي ب300 دينار وأنا أضحك. اللي سوى فيديو انا استغرب من مجموعة انسان، ليش ما حطوا فيديو حلال لما يدتها يودتها وجبرتها ان تتكلم وتقول ان دنيا ما ادري ايش. اقول لكم كلها توتر في توتر، بس عيب يعني بنت عمرها 15 سنة تستضيفونها في برنامج وتخبصون وتسوون اشياء كثيرة. على كل حال انا قلت اللي عندي، ما بدي اسمع سيرة اي بني ادم في العالم، انه رايح. عيلتي فكوني منها، ما عندي انا عائلة، انا عندي ابو الله يخلي لي اياه تاج راسي، عندي اخت، عندي زوجة، وعندي بنت، وعندي ولدين، بس غير هذا الكلام ما بسمعه. حساب حلال يقول لك متهكر وصاعدتني بلاتينيوم، كلكم كنتوا تدرون شلون كنا نركض، دفعنا فلوس وعندي ارصده لناس كنا ندفع لهم فلوس اللي رجعنا حسابها، على قلنا حرام بنيه عمرها سانس عندها كم فولورز ياخذونه ويحطون لي اياه بلاتينيوم ريكورد. الله يساعدكم. يذكر أن حلا الترك استضيفت في برنامج مجموعة إنسان وهاجم زوجة أبيها دنيا، الأمر الذي لم يعجب والدها ليتبرأ منها أمام الملأ، معاتبا المسؤولين لاستضافة طفلة تبلغ من العمر 15 سنة. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.